بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب. بصوا بقى النهارده طلبوا مني هنا في البيت اعمل لهم عيش باللحمه، بس انا بصراحه يعني كانت ايدي وجعاني وقعت على دراعي فما قدرتش ان انا اعجن. فعملت ايه بقى؟ رحت للفرن بتاع عيش بلدي ودخلت لهم جوه، قلت له لو سمحت اديني 12 رغيف عجين الشكل ده انا مش عاجبني. انا دخلت فرن عيش بلدي قلت له اديني 12 رغيف عجين، جبتهم عشان وقع على دراعي والله ما قادره ان انا اعجن يعني. وجبت بقى ايه حته اللحمه الملبسه دي، وهنعمل لهم بقى ايه احلى عيش باللحمه. بصوا ادي ملح فلفل بهارات، وادي بصوا احنا عندنا هنا في البيت ما بيحبوش على العيش باللحمه ولا خضره ولا فلفل ولا حاجه، هو البهارات اللي انتوا شايفينها دي كده والبصل وبس، على كده. ما بنحبوش بقى ايه ولا فلفل ولا هم بيحبوا هنا في البيت شكلها كده وطلبوها مني كده، وعشان كده انا هعملها لهم كده. بصوا هي في ناس بتحب تحط يا جماعه العيش اللي باللحمه ده فلفل وطماطم وخضره فيه، بس هم هنا عندنا في البيت يحبوا حته البصل ما تكونش ناعمه، وما بيحبوش ولا طماطم ولا فلفل ولا خضره عليها، هي لحمه وبصل وبهارات. وفي ناس كده كتير على فكره. هقطع بقى الثلاث بصلات دوت يا جماعه كيلو لحمه، هقطع عليه 3 بصلات. بصوا يا جماعه انا هنا حطيت البصل اهو خرطته، كنت حاطه البهارات وهقلب بقى اللحمه. انا ايدي نضيفه على فكره غسلاها. بصوا قلبت اهو اللحمه مع البهارات مع البصل اهي. هبتدي بقى ايه اكورها كده على قد العيش اللي انا هحشيه. بصوا يا جماعه انا اهوت عملتهم 6 كور على قد اللي انا هعمله اهو. هبتدي بقى دلوقتي ايه اجيب كده العيش وافرده. ادي اول رغيف اهو هنا، وهجيب كمان رغيف عليه اهو، عشان احنا هنا بنحبوا ناكلوا ايه الرغيف يبقى عليه رغيف. يعني في ناس بتعمله بالطريقه دي، وفي ناس بتحب ان هي تكبر الرغيف وتحط وتيجي ايه لما الرغيف كده زي السره كده. فكل بيت وليه طريقته في الاكل. وادي الرغيف التاني اهو، بس انا بيتهيألي ده افضل اهو، ده افضل. نجيب اول واحده اهو كده عشان اعمل هنجيب بقى الرغيف ده ولا في ناس ماسكه بقى حرف الرغيف وماشيه كده اهو. ادي اول رغيف. جنب مني بقى ايه الصينيه ديت رشها دي كده عشان العيش ما يلزقش مني على ما اخلص الباقي. احطه كده وهجيب كمان رغيف بنفس الطريقه والنشابه اهو.
هخلصهم بقى وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم وتزهقوا منه. بصوا يا حبايبي انا عملت دول، هخبزهم عشان الفرن عندي صغير، هخبزهم وارجع اكمل الباقي. بصوا يا جماعه بقى انا خلصت خبز العيش كله اهوت، قلت بس ايه اخلص خبيزه عشان الفيديو ما يطولش وتزهقوا مني. بصوا بس هو سخن مولع والله، قلت لازم افتح لكم واحد تشوفوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ثواني، بصوا بقى ثواني اشيل الصينيه دي احط ده كده، هو سخن يعني، بس انا عاوزه اوريكم حلاوته من غير ولا طماطم ولا خضره ولا فلفل ولا حاجه، عشان في ناس بتحب برضو احنا بنحب ناكله كده، وفي ناس برضو بتحب تاكله كده، فكل واحد حسب ايه، كل بيت حسب طريقته في الاكل. بصوا الحلاوه شايفين؟ بصوا يا رب بس يكون باين، ثواني شايفين؟ ده بقى لحمه وبصل والبهارات والعيش وبس، ولا فيه لا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه من دي اهو. شايفين الحلاوه اهو؟ يا رب بس تكون الصوره واضحه. وده كان غدانا النهارده عيش باللحمه. ما تنسيش بقى يا قروبه انت وهي اللي بتتفرجي، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، في قناه يوميات ام العيال. وادي الباقي اهوت هقطعه لهم طبعا جوه لانهم زمان وماتوا من الجوع، بس انا حبيت اوريه لكم من غير لا طماطم ولا اي حاجه، احنا هنا في البيت بناكله كده اهو. سخن مولع والله العظيم. يلا تعالوا اتغدوا معانا بقى، ولا الريحه بقى ما قلتوش. يا ريت اللي اول مره بيشوفني يشترك في القناه، وعاوزه منكم كده تعليق حلو، وكل سنه وانتم طيبين، ويجعل نهاركم كله خير وسعاده، وربنا يكبر بخاطركم وبخاطرني، بخاطركم وبخاطر انا كمان. يلا سلام.